جاتا 20 او جاتا المكسيكيه. اللعبه دي تاخد الراحه الرسمي للشقلباظات من غير تفكير. فكرتها انك تمسك سلاح وتضرب وانت نايم وانت طاير وانت بتاكل وانت باي حاجه حرفيا. واللعبه مكسيكيه قوي، واحنا كمصريين كنا زمان اي لعبه تنزل في السايبر لازم نحط التاتش بتاعنا فيه، بالذات سلسله العاب جاتا او اي لعبه شبهها. في اي لعبه كنا لازم نعك وراها شويه ونحط رقم زي جاتا 9 جاتا 7 جاتا 12، وكانوا كلهم مودات وبرضه احنا اللي عملناهم. بس دي بقى عدينا حدود العك فيها علشان شفنا واحد بيتنطط وبيتشقلب، قلنا بس نسميها جاتا 20. وكنت لما اروح السايبر وما الاقيش جهاز فاضي علشان العبها كان اليوم بيتقفل كله في وشي، بس كنت بجيب يعني بفلوس وشيبسي واروق على حالي. وكنت بخاف انزلها على الكمبيوتر علشان اوقات بعد ما تتحمل ما كانتش بتشتغل، وغالبا المشكله دي زمان قرفتنا من الالعاب كلها، فمعظمنا وكلنا بعد ما كان بيحمل اللعبه بيفضل يدعي انها تشتغل، واللعبه دي معظمنا لعبها، وعلشان كده انا قررت ارجع العبها تاني. عيني على اي نطلع كده. كان بينط منين؟ يا نهار اسود، انا عملت كل ده؟ والله انا ماشي وراك زي اللعبه اللي مش فاهم اي حاجه. هو اللي ماكلنا، هو اللي ملبسنا. سبايسي مود. ودي يلا يا ابن ايدك جنبك عليه. ولا انت قاعد تضرب من بدري وساكت لك؟ اوف يا نهار اسود. انا عملت ايه؟ اركب، ده انا سواق قديم. كان في مطلع هنا كده مش لاقيه. واللعبه دي معرفش ما عملوش جزء تاني منها ليه، بس عامه اللعبه جامده، واشوفك على خير.